خبر إيجابي عن شفاء شاب سعودي من متلازمة جدا نادرة، وتعتبر أول حالة تم تشخيصها في مدينة مكة المكرمة. المرض اللي كان بيعاني منه الشاب في عمر 37 سنة معروف باسم متلازمة زينر الثلاثية. العملية هي الأولى من نوعها لمعالجة حالة زينر في المملكة. خلونا نتابع هذا التقرير. متلازمة زينر من الحالات الطبية النادرة وأكثرها غرابة، تصيب الشباب في عمر البلوغ، لكن المشكلة تبدأ في الأسابيع الأولى من الحمل، أي في المراحل الأولى من التطور الجنيني. ولهذا فمتلازمة زينر مصنفة طبيا كحالة خلقية تسبب انسداد في القنوات المنوية. وتم اكتشاف هذه المتلازمة في 1914 عندما تعرف أطباء عن ارتباط أكياس الحويصلة المنوية مع عدم القدرة على تكوين الكلى من جانب واحد بسبب خلل في تطوير قناة الذئب بين الأسبوع الرابع والثالث عشر من عمر الحمل. ونتيجة لذلك يعاني 45% من مرضى متلازمة زينر من العقم، لأنها تؤثر على خصوبة الرجل بشكل مباشر. ونستقبل مع بعض دكتور علي القحطاني، استشاري جراحة أورام المسالك البولية في مستشفى النور في مكة المكرمة. أهلا وسهلا فيك دكتور علي. الله يحييك ويسلمك ان شاء الله. اول شيء دكتور، الف مبروك على نجاح العمليه النادره. اول شيء كلمنا عن صعوبه العمليه اللي اجريتوها، وايش التعقيدات المصحوبه لهذه الحاله؟ اولا احييك واحيي الساده المشاهدين، ويا رب ان شاء الله نكون اضافه طيبه للبرنامج. حقيقه التحديات هي عباره عن تحديين. التحدي الاول هو يعني في تشخيص الحاله، حيث الحاله تعتبر من الحالات النادره على مستوى العالم، وايضا اعراضها هي تشابه مع كثير من يعني اعراض امراض اخرى، مما يزيد صعوبه تشخيص المرض وتحديده بشكل دقيق. التحدي الاخر هو تحدي حقيقه في علاج المريض، والخروج وكان برز تحديات المحافظه على الخصوبه وكذلك زوال الاعراض بشكل عام. جميل. طب دكتور، ايش هي العنايه اللي بتترتب ما بعد العمليه، وقديش مهم انه الواحد يلتزم فيها؟ وبدايه المريض حضر طبعا وكان عنده اعراض عسر في التبول والام مزمنه في الحوض. طبعا بعد اخذ التفاصيل او التفصيل المرضي والفحص الدقيق للمريض وعمل اشعه لازمه، تم تشخيصه بمتلازمه تسمى زينر سيندروم او متلازمه زينر. حقيقه العمليه اجريت بالمنظار الجراحي او بالتدخل البسيط، كانت الحمد لله نتائج طيبه، وكانت المتابعه طبعا المتابعه كالعمليات الاخرى اللي هو المتابعه ما بعد العمليه مباشره، والتاكد من وظائف حيويه، وايضا التاكد من عدم وجود اي مضاعفات لا سمح الله ما بعد العمليه. جميل. دكتور، معروف انه تفضل العياده. تفضل. لا تفضل دكتور. المتابعه الاخرى تتم في العياده، حيث يكون بصفه دوريه يتم ملاحظه المريض واعاده فحوصات والتاكد من عدم رجوع الاعراض مره اخرى. جميل. طيب دكتور، معروف ان المتلازمه هذه نادره جدا، بس كم عدد الحالات اللي بتعاني من هذا المرض في العالم؟ صحيح. طبعا الحالات المسجله عالميا ما يقارب ال 200 حاله، هذه مسجله عالميا، تعتبر هذه الحاله من الحالات النادره جدا على مستوى العالم. جميل. طيب دكتور، لو بنوضح اكثر للمشاهدين ايش هي اعراض هذه المتلازمه، وهل هي بتصيب الرجال في عمر الشباب فقط، او انها ممكن تظهر كمان عند الاطفال أو في عمر المراهقه او غيره؟ جميل. طبعا هذه المتلازمه تتميز بعده مميزات، اهمها غياب او ضمور الكليه في جهه معينه، وكذلك يكون في انسداد في قناه القلب، وايضا يكون في تكيس في الحويصله المنويه. هذه المتلازمات عاده تكون الاعراض ما تظهر في العقد الثاني والثالث بالعمر، ونادر جدا انه تظهر في عمر المراهقين او عمر الاطفال. طيب دكتور، شفنا في التقرير انه المتلازمه هي شيء خلقي، عفوا خلقي، ممكن تصيب الطفل من يوم ما يكون اصلا لسه جنين، لكن ايش السبب، وهل تتطور هذه الحاله مع الوقت ولا كيف؟ جميل. طبعا الحاله هذه عباره عن فعلا هو مرض وراثي نادر، ويكون فيه فعلا عيب خلقي في الاشهر الاولى من الحمل. وعاده ما يتم اكتشاف المرض في تقريبا زي ما ذكرنا انه في العقد الثالث او الرابع.
بس ايش السبب دكتور؟ ايش اللي يخلي هذا الشيء انه يجي للام فيجي للطفل؟ يعني في شيء ممكن الام تسويه تتفادى هذا المرض، ولا هو شيء جيني ولا كيف؟ لا، الى الان حقيقه ما في شيء مثبت علمي انه ايش اسبابه الواضحه، نظرا لانه عدد الحالات قليل على مستوى العالم، لكنه ما زال في بعض الدراسات اللي اشارت انه العامل الوراثي، ولكن ما في اشياء معينه انه والله تمنع حدوثه. طيب دكتور، ممكن تاثر على قدره الانجاب عند الرجل ولا لا؟ صحيح. بعض الدراسات طبعا اشارت انه نسبه ما يقارب 45% من المرضى يكون عندهم تاخر في الانجاب، ويكون هو الحضور الاول لهم في العياده او في اللي هو تاخر الانجاب. ومنه ممكن دكتور بعد ما يراجعوا منه ممكن تكتشفوا انه عندهم هذه المتلازمه. صحيح. جميل. طيب ايش هي ابرز العلاجات الجراحيه والطرق الجديده كمان لتصحيح المسارات دكتور؟ طبعا في السابق طبعا كان الشق الجراحي هو العلاج الوحيد لمثل هذه الحالات، ولكن في الوقت الحالي هناك عده طرق، من اهمها التدخل بالاشعه التداخليه، وكذلك التدخل بالمناظير، وتعتبر الحقيقه المناظير هي النتائج الافضل وفي نسبه رجوع الاعراض مره اخرى، ويعتبر هو الحل الافضل يعني لحد اليوم. جميل جدا، يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا لك وشكرا لهذه المداخله. الف مبروك مره ثانيه لنجاح العمليه.